شجرة السدر. المهم كي يسميس شجرة السدر الجمعين السدرات الشجرة يجي التي يخرج من أصلها يتفقد سي الأصل ينس 4 أنهار كاتريفيار 4 يسيفاون إدي تفون سي الأصل ينس. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم إنك نهران سيني سيفاون باطنان ندو الحون دوي الحون ونهران سيني سيفاون ظاهران سين ذنند سين داو. إنك إنيس النبي صلى الله عليه وسلم اللي جبريل إنيس ما هذان يا جبريل أشوت إنك يقول الأنهار قيدي ذانن والسنقي يقفرن داو أشوتن. إنيس قال أما النهران الباطنان ما إلا هذا السين سيفاونني يقلن داو إنيس فهما في الجنة صحونا الجنة تساوين الجنة النهران فهم في الجنة. وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات النيل والفرات وكذا قلان في نواحي العراق. طبعا دا قد يكفوا الحديث من حيث الأنهار 4 ولكن سكتورا المعنى يجي حقيقة أي سيني سفونني وسند الله سي شجرة صدرة المنتهى ثم أمشي روليند القاعة الله أعلم العلماء قال الله أعلم أمشي. لكن يظن العلماء يدي شرحا معنى مجازي والمعنى المجازي أي ماشي حقيقة. من بينهم الراحق المختوم المباركفوري ذا خليس يبوي الآراء يدبون كان العلماء يعني كيقارن بلي المعنى ينس الدين الإسلامي أي يظن لكل مكان أي معنى مجازي ماشي معنى حقيقي. كان ينقل نضرب بك زرانا ميك. المهم الأصل نسن تفوند سي صدرة المنتهى أمك يعني دو سنة ذا كذا أمك العلاقة نسن الله أعلم والله قادر على كل شيء. يقول زميلانا نفصل مليح نبود كان السن الآراء قلنا ذي المسألة ياك سن آراء إنك والسنين الأنهار سنين يظن إشارة العلماء أهضرت فلسن كذلك ربما دنوال رسل دنوالش الدنان. إنك ثم أدخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم دخل الجنة. أما شوف هذا النوز قلنا في صدرة المنتهى العلماء شو درنا الفلاس يعني شو درنا نهضر الفلاس يعني بعض الأمور المتعلقة بالشجرة يجي قارند من بينهم الحسن بن علي بن أبي طالب. إنك قال الحسن وقيت الجنب بعد خطر نهضرند كذلك كيف غشيها الله عز وجل ما غشاها صدرة المنتهى يجي إلا يجيس كذلك كما جاء في حديث آخر إنك ومررت بالملأ الأعلى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من أمر الله وقهرات في الأسوة كثير عودة معليش أمر الله ما غشيت تغيرت أمر الله عز وجل ربما كلام الله عز وجل وإلى غير ذلك إنك فتتغير شجرة يجي تبديل من حيث الألوان من حيث يعني الأشكال إلى غير ذلك. إنك فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. أنا مش من زمات يدي والصف تلمت تبديل مليح يعني الألوان ينسي إلى غير ذلك. إذا كان يعني هنالك أوامر الله عز وجل فهي تتغير من أمر الله من حسنها عليها السندس والاستبرق. إنك ويغشاها الملائكة إن سهولة مدينة الغراب يعني الغربان يعني مادة سنسفلة الشجرة أبابريس كم صار يعني تدي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إنك وغشيها الملائكة فهي فراش من ذهب إنك وتتحول ياقوتا وزمردا ونحو ذلك يعني في وصفها وألوان ما أدري ما هي. الرسول قال وما أدري ما هي ألوان يعني المعطس وتبدلت وتتغير إلى غير ذلك. وكذلك في قضية وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سن يعني مدينة بعض الصحابة مثل بلال بن رباح خشك يجي الجنة فقال ما هذا يا جبريل نيس وقي مدينة بلال بن رباح ماشي سبق الرسول ولكن كان يتوضأ يصلي ركعتين فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أنه له خشخشة يعني هناك يعني في الجنة كما جاء في
أحد الأحاديث خشفة كما جاء. وقال نجي خاطر ربما نوال كذلك يمكن النار بعض ما إنيك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الجنة إنيك فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ اللؤلؤ يجي أما الدنيا ذي القبب دخل الجنة في قبثين من اللؤلؤ الذهب يعني الخالص يعني اللي فيه كي شغل ما ديال رون دالك كي قبب أما في قبثين كي ذي الجنة من اللؤلؤ. إنك وإذا بتربتها المسك قاعينس يعني فيها رائحة أما ديال المسك قاعينس الجنة فيها رائحة طيبة من المسك. إنك وإذا كذلك بنهر فيها نهر خاطر ندد نوليش يولك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي النار يولى كذلك ذي الجنة هناك نهر أشد بياضا داش بحان مليح أشد بياضا من اللبن كثرني يعني لون نس يغلب اللون النيفكي داش بحان مليح وأحلى من العسل يعني ظيف خير تمنت. هناك وحافتاه حافتاه للدوكوتينس حافتاه قباب اللؤلؤ يعني اللؤلؤ يعني صدف باقي دوران كذا كذا يعني شو يعني يديونتوري لي دوكوتين الانهارجي النهرجي هناك المجوف عليه هناك وفيه قصر من لؤلؤ هناك. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر هذا نهر الكوثر الذي أعطاه الله أو أعطاه ربك. فضرب بيده فإذا بطين مسك أذفر أي رائحة طيبة أذفر يعني طينينس قاعينس وكذلك ناس وقد النهر يقدي فكر ربي عز وجل لا ذا سيف النيك دي وعد سيس في سورة الكوثر التي تسمى باسمه سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. هناك هو في خلال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة قيمي قليت ولي شوي ولا يركل لي من آيات ربه الكبرى. هناك يعدد جيونهم كان كذلك وشم رائحة ذي الجنة دائما هناك يسرح يثنى رائحة طيبة هناك. فقال ما هذه رائحة يا جبريل؟ ايش الريحة يجي يعني الهان مليح تفضيوثني ريحة الجنة سريحي مليح. الناس جبريل هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. الناس تجد الريحة ماشطة يجي لسن فرعون وثلا يعني يمكن قال كيثورا في بيت فرعون وقدراوس سعى القصينس. فجبريل يحكي يزد القصينس الناس. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما شأنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما شو يعني امك تمطوث يعني تشمد دكي الريح هيك شو ديبوين شو تخدم يعني هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام هي كانت تمشط يعني تشمشاض لبنت فرعون يبس لا تمشاض كاكي انت لا مؤمنه لا تمشاض اذ سقطت المدرة تمشط فغليس من يدها فغليس القاع إنيك. فقالت دميتت ند بسم الله إذن ماشطة يجي إنيك. فقالت لها بنت فرعون اللي سنين فرعون ثلاث تمشاض خاطر ماشطة يجي اللي سن فرعون نظن ثلاث تمشاض بما لم مشطوح في اللاس كذا المهم إنيك. فقالت أبي بسم الله يعني ذبفا بسم احتفظ قارد فرعون لقد أنا ربكم الأعلى إلي قار فقالت سنين يعني أبي يجي يعني ذبفا. فقالت لها الماشطة لا ولكن ربي وربك ورب آبيك يعني شو الإيمان خلاص يفقد يعني مش قارن يوم يحبس مي سد سبا خلاص ما أظهرت الإيمان. الناس بنت فرعون أولك يا رب غير أبي صاد يعني رب ماشي رب نظام ماشي ذفا. قالت نعم ربي وربك ورب آبيك الله. الناس الله ضربي إنون كيني ربيني مكميني ضرب فرعون. إذا أنا فرعون أجي معاوش رب يجي كلام يعني عظيم بالنسبة إلى فرعون خاطر فرعون يعني ماشي كان يعني مدينة فرعون ما ناس ولاش كثريس وين كفران كثريس. فجي إنيك قالت أقول له إذن أضرو حسني غي فرعون إذا ذا أشو كدنيا.
ناس قالت قولي له، روحي ناس